ترحيب التراحيب. عطر أثيري تعده وتقدم شذاه عائدة سليمان الشرجبي. يشترك في تقديم مادته ومعناه محمد علي الشرفي. أيها المستمعون الكرام حيثما تكونون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية نرسلها عبر أمواج الأثير في خفة النسيم وبسرعة انتقال موجات الصوت، ولها مادة التحية كتلة تعصى على الوزن والقياس من المحبة والإخلاص، فخذوها منا بهناء لأنكم مستمعين أهل لها وبجدارة. غصن الزيتون. من غصن الزيتون نقطف ثمرة من أحلى ثمارها. إنها ثمرة الخير التي لا يكتمل نضجها ولا يصح طعمها إلا إن تقاسمناها جميعا. فالخير لا يصبح حقيقة ما لم يعم على الجميع. وقلب الخير وروح الثمرة هو الصدقة. فقد جاء في الأثر أنها كما تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. ولأن الصدقة جوهر ثمرة الخير، فإن سريانها في دماء فاعلها ينعكس على كافة أوجه حياته. قال أحد الصالحين عمن لا ينتفع بها ولا يسعى إليها: لما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير، كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق الوطن صغير النفس، كثير الهم والغم والحزن، يكاد لا تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. العياذ بالله. هل لنا من وقفة أيضا للاستزادة من ضياء تلك الثمرة في غصن الزيتون؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. حينما نحرم أنفسنا من روعة تشرق في نفوس الآخرين وتضيء في وجوهنا. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. إنها الصدقة معين الصدق والتآلف والرحمة. فلتكن نبعا لكل النفوس الطيبة في كل وقت قبل فوات الأوان. بادر بإحسانك الليالي فليس من غدرها أمان. فواحة جذابة تتهافت عليها الأنفس، والفائز من بحث عنها بهمة ونشاط، وكان سباقا إلى عبق مسكها. مسكها قديم من كل نوع ولون وشكل ورائحة. دوحة اليوم تصدع كالشهب خبرة وجمالا في عقول الرجال. بلوت رعيتي بالكرم وبالسيف، فكان الكرم فيها أنجع. ذلكم هو المأمون. إن السعادة في الحكمة، ولا سعيد في الدنيا إلا العاقل الحكيم. وهذا أرسطو. وما هي الحكمة من وجهة نظر شكسبير؟ الصدق. تكلم بما تعتقد، وليكن كلامك مطابقا لما في نفسك. وإذا كان كلامه كاذبا؟ الكذبة لا سقان لها ولا تستطيع الوقوف. جميل.
وما دخل ذلك بالسعادة؟ لأن الكذابين آثمون، وأولئك الذين يعشعش الإثم في نفوسهم يتخيلون أن كل عين ترى ما بداخلهم. وننتقل إلى عقل مفكر آخر، إنه تيمسون، فنسأله عن الكذبة والربع كذبة والنصف كذبة. الكذبة التي هي نصف حقيقة هي أشد أنواع الكذب سوادا. والربع كذبة؟ اسألي مدام جيراردن. سألناها فيما طالعناه من نتاجها، فقالت: ذلكم هو الادعاء، وهو أخطر أنواع الكذب، إذ نفقد به مناعتنا ونصبح هدفا للسخرية.